صباح الفل عليكم، صباح الحلويات، صباح كل حاجة حلوة في حياتكم. يلا تعالى نعمل صينية سردين، أكلة المصريين حبيبتهم دي. بصوا جميلة ازاي، انا وريتها لكم بعد ما قبل ما تستوي وبعد ما استوت طلعت جميلة بالشكل الجميل ده، متحمرة ولونها جميل جدا، طريقة جديدة. تعالى هوريكم هي بتتعمل ازاي يا حبايبي. بصوا بقى ديت ليمون، مقطعه ليمون ترانشات ومقطعه برتقان تيتا بقى. البرتقان ده جميل جدا، البرتقان الايام دي اخضر عامل زي الليمون كده بالظبط، هتلاقيه جميل قوي فيه. كوسه، وده كاتشب، انا بوريكم الكاتشب اللي انا فضيته هنا، كيس كاتشب صغير. وديت دقه فلفل وتوم. ماشي يا حبايبي، انا حطاها في الفريزر. هنحط عليها 3 معالق من الملح. والكوسه دي بتخلي طعم البتاع جميله قوي. الكوسه المبشوره دي جربوها بطريقتي هتعجبكم ان شاء الله. والبرتقال بتاع ريحه الصفاره بتاعته جدا، بس انا غسلاه كويس جدا، هوريكم وانا غسلاه. مش هوريكم الطريقه، بس هوريكم انا غسلاه كويس ازاي ولونه جميل ازاي وما بقى في الغسيل. ماشي يا حبايبي، ان شاء الله مره تانية هوريكم الطريقه هو بيتغسل ازاي. ما بيغيبش خالص في العمايل. سهل جدا، طريقته جميله جدا وسهله وطعم كمان. ده كمون، 3 معالق من الكمون، 3 معالق من الكمون. هنحط عليها كزبرة، كزبرة ناشفة. احنا حطينا الملح والكمون والكزبرة الناشفة. وهنحط كمان شطة. ماشي يا حبايبي، عشان الفلفل الاحمر ده هو مش حراق قوي. خلاص، يبقى حطينا توم. حطينا توم ودي تقت البتاع، وحطيت الكاتشب بقى، خلطت مع الكاتشب مع بعضه كله مع بعضه. حبة الكاتشب اللي كانوا محطوطين هنا خلطتهم على بعضه. ماشي، ونقوم متبلين بقى. التتبيلة دي هنعملها منها للسردين ومنها للتتبيلة بتاعت اللي انتوا شايفينها مع الطماطم والحاجة دي كلها. بص جبت بقى صينية كبيرة، اكبر صينية عندي، عشان ياخد راحته كده ويرحرح براحته في قلب الصينية. ماشي، هنجيب بقى زيت ونفضيه في قلب الصينية من تحت عشان نتبل كله بقى معاها. هنقوم حاطين بقى الخليط كله في قلب التتبيلة تحت. ماشي يا حبايبي، هنفضي يلا كله. حتى الليمون ده، الليمون والبرتقان بيضيع ريحته اي حاجه فيه وبتخليه طعمه جميل. واهم حاجه غسيله بصراحه يعني، وما يكون صابح بيبقى جميل. المبرومه دي بالذات، لو انتوا مش مصريين وما تعرفوش يعني المبرومه، السردينه اللي بتبقى ماسكه نفسها كده وبتبقاش رفيعه، بنسميها احنا هنا المصريين مبرومه. ماشي يا حبايبي، بتبقى احلى صينيه سردين. ماشي، هي الطريقة دي يعني واخدها يعني مغربية على مصرية، يعني مش كله على بعضه، لان المغارب هما دايما. شفت انا بوريكم لونه قد ايه نضيف. شوفوا يا حبايبي، انا نضفته وفتحته من النص كده. ولو عايزين تشيلوا السلسلة بتاعته شيلوها، لو عايزين تسيبوها هي بتمسك نفسها يعني. السلسلة بتخلي السمكة انا ماسكة نفسها. اللي يعجبكم يا حبيبي. انا هعمل لكم بقى طريقه جديده جدا منه للكفته، استنوني. طريقه حلوه جدا، هيبقى كفته للي ما بيحبش السردين، من اطفالك يعني هيحبوها على طريقه الكفته. ماشي يا حبايبي، يلا نجيب بقى التتبيله. احنا تبلنا الخضار والحاجه اللي احنا حطيناها. هنقوم تبلين بقى هو السردين نفسه بنفس التتبيله اللي احنا عملناها. هي الثوم والفلفل الاحمر. والفلفل الاحمر الفلفل ده عاملاه على طريقه طريقه فلفل مضروب في الكبه، وحطاه في الفريزر. هو عامل سشيتته كده، وكنت طالباها كميه كبيره وقمت حطاها في الفريزر. بتبقى جميلة جدا لو انتي مثلا عاملة بتنجان، عاملة سمك، عاملة اي حاجة بتحطيها معاه، بتبقى حلوة يعني في البيت. هتبل بقى كل واحدة لوحدها، يعني كل واحدة هتبلها بتتبيلتها. مش هخلط حاجة، هرصصه الأول في قلب الصينية وأتبلك واحدة واحدة كده. ماشي يا حبايبي. الكاتشب بقى هقول لكم ايه السر في الكاتشب. الكاتشب بقى بيديله طعم حلو مسكر كده، بيخلي هي بصراحة السمكية في
السردينية كانت صبحة جميلة جدا، ملهاش ريحة. واهم حاجة السمك يعني اهم حاجة في السردين ده ان هو يبقى صابح. لو بايت وريحته وحشة مش هتقيه، حتى لو قعدتي غسلتيه من هنا لبكرة يعني، لو حطيتي ليمون من هنا مش هتحبيه. يعني اهم حاجة انك تجيبي السردين ده صابح. ماشي يا حبايبي، عشان انت تحبيه وتحبي تاكليه لازم يبقى صابح. الليمون بقى والحاجات اللي احنا بنحطها فيه ده بتخليه ليه طعم حلو قوي قوي. انا هوريهولكوا هو في الفرن قد ايه طعمه جميل، قد ايه هو. انا بقول لكم طعمه جميل لاني بعد انا بسكر لكم بعد ما اكلته. طعمه جميل وريحته حلوه وما فيهوش اي ريحه صفار. ماشي يا حبايبي، طريقه لو عجبتكم الطريقه ما تنسونيش في اللايك. الله يكرمكم يا رب، انت اخوات في الله، وبحبكم كلكم 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 كل اللي متابعيني. آه، صحبة طيبة يا رب، صحبة طيبة عليكم وعلينا يا رب، وجعلكم دايما في حياتي. منورين قناتي يا رب. كل اللي بيعمل اشتراك وبيعمل لي لايك ويقول لي كلمة حلوة في التعليقات، انا بحبكم قوي قوي في الله، بحبكم قوي قوي. والله يكرمكم ويصلح حالكم ويسعدكم يا رب. وما تنسونيش في الاشتراك عشان هو بيعلي القناة. ماشي يا حبايبي، هنقوم بقى تهنينا جايبين الزيت وحاطينه، جايبين ازاز زيت كده ورشينه. اني نسيت اقول لكم ان انا عندي شبت وبقدونس، انا طحنته مقطعاه رفيع وحطيته فوق الوش. انا بوريهولكوا اهو انا بحطه. انا ما حطيتلوش ميه، واعرفوا كويس شوفوا بعد ما خلصت هي لسه ما تزودش. انا بوريها لكم قبل ما ادخلها في الفرن. شوفوا الطريقه بحمرت وبقت جميله ازاي. اوعوا تنسوني في اللايك. مع الف سلامه.